بالماضي يتحرك لحسم ملف جويري وشرقي. كشفت تقارير إعلامية أن الناخب الوطني جمال بالماضي يستعد لإجراء آخر الاتصالات مع مجموعة من اللاعبين الناشطين بأوروبا قصد إقناعهم باللعب في صفوف الخضر على غرار أمين جويري مهاجم نادي رين وريان شرقي المحترف في صفوف أولمبيك ليون الفرنسي. وكشفت وسائل إعلامية إلى أن السفرية تكون آخر فرصة للمدرب الجزائري من أجل جس نبض هؤلاء اللاعبين والتعرف على قرارهم النهائي بخصوص مشروع التحاقهم بكتيبته بعد العروض المتتالية التي عرض عليهم في وقت سابق. وكان بالماضي قد تواصل في وقت سابق مع اللاعبين خاصة أمين جويري، لكنه يريد هذه المرة الذهاب لأبعد حد ممكن في ملف اللاعب الصاعد ريان شرقي من خلال عقد اجتماع مع والدته عبلة شرقي التي تعد المسؤول الأول عن مشوار نجلها الذي يتعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات فرنسية لاذعة، وإلى التشكيك واضح في قدرته على البصم على مشوار كروي مميز، حيث يسعى إلى إقناعه بالمشروع الرياضي للمنتخب الجزائري. وأشار المصدر ذاته إلى أن بالماضي يريد بخطوته الحالية تأكيد اهتمام الجزائر البالغ بموهبتين كرويتين خالصتين في وقت لا يحظيان فيه بالتقدير اللازم في منتخب فرنسا، على اعتبار أن ديشان لم يمنح أي فرصة لجويري لحد الآن، علما أن هذا الأخير أعطى موافقته المبدئية على الالتحاق بالمنتخب الجزائري في معسكر شهر سبتمبر على أقصى تقدير، في حين أن ريان شرقي يتعرض لانتقادات حادة من الصحافة الفرنسية. ويعتبر ملف ريان شرقي معقد نوعا ما بسبب تنافس منتخب إيطاليا كذلك على خدماته، إضافة إلى عدم الرغبة المنتخب الفرنسي في التنازل عن اللاعب مثل إمكاناته، إذ يعد أحد الأسماء التي سيعتمد عليها في تشكيلة المدرب سيلفان ريبول المشاركة في أولمبياد باريس 2024. وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم وضع عائم المشروع الجديد الذي يهدف للنهوض بالمنتخب الوطني على الصعيدين القاري والدولي، وذلك باستقطاب أفضل المواهب من أصحاب الجنسيات المزدوجة من أجل إعادة بناء منتخب جديد قادر على اختفاء أثر جيل 2019 المتوج بلقب كأس أفريقيا آنذاك. الذي بالذكر أن المدرب الوطني جمال بالماضي أقنع مؤخرا 6 مواهب بتمثيل الخضر، وهم ريان آيت نوري بجانب جوان حجام قيطون وأيضا فارس شعيبي وبدر الدين بوعناني الذين كانوا متواجدين في التربص الأخير الذي جرى شهر مارس المنصرم. آخرهما حسام عوار الذي أعلن في فيديو هو الموقع الرسمي للفاف عن اختياره تمثيل المنتخب الجزائري مستقبلا. مدرب عالمي يشترط حسام عوار للبقاء في فريقه. دخل نادي روما الإيطالي بقوة من أجل الظفر بخدمات الدولي الجزائري حسام عوار نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي بداية من هذا الصيف لتدعيم الفريق تحسبا للموسم المقبل، وخاصة الاحتفاظ بالطاقم الفني الحالي الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، والذي بدوره يطالب بتدعيم نوعي للتشكيلة ليكون بذلك نجم الخضر الجديد على رأس أولوياته كشرط للبقاء في نادي العاصمة الإيطالية. ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي لا يزال مستقبل المدرب جوزي مورينيو غير واضح مع روما، في ظل تواجدهم ضمن اهتمام العديد من الأندية وحتى المنتخبات والعروض التي تلقاها مؤخرا على غرار البرتغالي والبرازيلي وكذا وست هام يونايتد وحتى باريس سان جيرمان، ما جعل أيضا تعد تلبية شروطه من خلال جلب الأفضل اللاعبين خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، حيث كشفت مصادر صحفية مقربة من نادي روما بأن التقني البرتغالي يصر على اهتمام صفقة النجم الجزائري حسام عوار لتدعيم خط الوسط. وأضاف موقع روما بريس المقرب من نادي العاصمة أن مورينيو لا يريد التنازل عن هذا الشرط من أجل البقاء في الفريق، خاصة أن صفقة الجزائري لن تكلف الكثير ماليا بما أنه سيكون حرا من أي التزامات الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع ليون. كما طالب بعقد صفقة المدافع الفرنسي لفريق انتراخت فرانكفورت الألماني إيفان نديكا، وتجديد عقد كل من السربي نيمينا ماتيتيش والمدافع الإنجليزي كريس سامولينك. وأكدت مصادر صحفية في وقت سابق بأن حسام عوار يتواجد في مفاوضات متقدمة مع المدير الرياضي لنادي الذئاب تياغو بينيتو الذي يرمي بكل ثقله من أجل الظفر بخدمات الجزائري، وقطع الطريق أمام الأندية التي ترغب أيضا في ضمه على غرار فرانكفورت وحتى مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني.
تغنى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي ليغ 1 بفنيات الدولي الجزائري بدر الدين بعناني نجم نادي نيس الصاعد. ونشر حساب الليغ على فيسبوك فيديو لاحظ لقطات لاعب الخضر راوغ خلالها 5 لاعبين أحدهم بالجسر الصغير قبل أن يسدد يسارية زاحفة اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس كليرمون فوت السنغالي موري دياو. وخطف بعناني الأنظار خلال مباراة الجولة 32 من الليغ 1 التي انهزم فيها ناديه نيس ظهر أمس على يد الضيف كليرمون فوت بثنائية لهدف. وبالرغم من الهزيمة إلا أن بعناني الذي شارك أساسيا إلى غاية دقيقة 80 لحظة تغييره بمواطنه بلال براهيمي تألق بشكل ملفت للانتباه واختير الأفضل من جانب نادي نيس حسب موقع روسكود الذي منحه 7.4.